جميع الحاضرين، خصوصا أن بين الحاضرات وبين الحاضرين بعض الأصدقاء وبعض الفنانين والكتاب، وهناك أيضا من جاء من مدن بعيدة عن مدينة الدار البيضاء وأبعد مما جئت أنا، فشكرا لهم على تحملهم وعفاء السفر كما يقال باللغة العربية. وحضور اليوم هو حضور يعني ثلة ممن يهمهم الاهتمام بالإبداع و بهذه العلاقة أو بهذا يعني اللقاء التعالقي بين الإبداع على مستوى شاسع للكلمة أو واسع للكلمة يجمع بين الفنون والإبداع. ثم أود أن أشكر شكر خاص لمركز مدى الدراسات والأبحاث الإنسانية، لأن الكثير من المراكز المهتمة بالعلوم الإنسانية تعتبر بأن الأدب لا يقول شيئا، وتعتبر أن الفن لا يقول شيئا، وهو يدخل في إطار الترفيه والاستهلاك العادي وللرؤية البسيطة والتزيينية، في حين أن الإبداع اليوم والأدب اليوم وبالأخص في المغرب يقول شيئا كثيرا جدا يجب على الباحثين في شتى مجالات الفكر وفي شتى مجالات الحقول الدراسية أن ينتبهوا إليها. وأيضا أود أن أشكر سي سعيد على مبادرته لنجتمع فيما بيننا. أشكر سي عبد الواحد مفتاح على قراءته النافذة والعميقة التي أيضا أضاءت لي الكثير من الأشياء لا أعرفها على نفسي، شكرا لك. ثم أيضا الصديق المبدع السي عبد الهادي الفحيلي أيضا على قراءته الأنيقة، والتي أيضا استطاعت أن تجمع بين قراءة المبدع وبين أيضا حرفية الناقد. وأشكر بشكل خاص صديقي لأن عبد السلام هو يتجاوز مسألة الصداقة ورفيق وصديق العائلة، وكنت أدخل صغيرا إلى بيته قبل أن أتعلم الكتابة أو القراءة. أشكره على أنه أصر على أن تحضر مخلوقاته آلهته معنا. سبحانه ولاده لم يكن اختياري لأن يعني أن تبدع منحوتة فهي يعني ربما مسألة قد لا تدخل للإنسان إلى الذهن، أو من لا يعرف يعني كيف يبدع عبد السلام منحوتة، فهي تأخذ منه سنة تقريبا وهو يطهو ويعيد كذا، وفي بعض الأحيان تتكسر إلى غير ذلك. فهو بالفعل يعني هكذا هي صناعة الإنسان. أيضا الإنسان أيضا في الميثولوجيات كان يخلق بهذه الطريقة، وأيضا النحات يخلق يعني مخلوقاته بنوع من الشغف، وربما أن الأم والأب إلى غير ذلك، أو الأم يلبث الطفل في بطنها 9 أشهر أو أقل، وإنما المنحوتة تظل خارج بطن السي عبد السلام لمدة سنوات إلى غير ذلك. لذلك أن نهتم لأن أيضا المجموعة القصصية أو الكتاب بصفة عامة هو ليس ما فيه، ما بداخله ليس محتوى، أيضا العتبة الأولى التي تجعل القارئ يراها. يجب أن أنا بالنسبة إلي يجب أن يكون الكتاب جميلا، ويجب أن تكون صناعة الغلاف أيضا مهنة فنية تدخل يعني في المسائل الفنية. لذلك فأعتبر على أن الاهتمام بالنحت أو فن النحت يعني بصفة عامة من قبل الجماليين ومن قبل أيضا المبدعين هي أيضا عملية مهمة جدا. لذلك أعتبر على أن هذا اللقاء هو لقاء تعالقي فيما بين الفنون وبين أيضا مجال الدراسات الأدبية والإنسانية بصفة عامة. ماذا سأقول بعدما تحدث الأصدقاء عن المجموعة، خصوصا في هذا اليوم بالذات بعد يوم البارحة، وفي هذه المجموعة بالضبط وموضوعها أو موضوعها الأثير وموضوعها أيضا نوعا ما المخالف تماما لما ألفناه من قراءات، لأن الاشتغال على مجال القداسة أو على مجال المقدس هو عبث إذا ما أردتم في عش الأفاعي بصفة عامة، هو عبث في جحور الأفاعي عفوا.
لماذا؟ لأنه عالم محفوف بالمخاطر، وعالم محفوف أيضا بمجموعة من الكليشيهات التي تعطى للكاتب. فمن حسن حظنا في المغرب أننا يعني نستطيع أن نلامس هذه القضايا وأن تظل قراءتها في إطار القراءة الفنية، وأن لا تنصرف إلى مجالات أو اتجاهات أخرى قد ربما تشوش على عملية القراءة وتشوش على عملية أيضا الكتابة في مجتمع كمجتمعنا، لأنه مجتمع أيضا غارق في مجال الميثولوجيات وغارق في مجال يعني القداسة. لأننا حينما يعني نتأمل فكرة القداسة أو فكرة المقدس، هي فكرة يعني لا يسلم منها شخص مهما كان موقفه من الدين، ومهما كان موقفه من مجال يعني الألوهيات بصفة عامة. فكل شخص منا له علاقة روحية بذاته أولا، وله علاقة روحية بمحيطه، وله علاقة روحية بالعالم بغض النظر عن ديانته أو انتمائه الديانة، يعني أو انتمائه إلى ديانة معينة. ولكن هذا اللقاء أو هذا الحضور يتطور مع الأزمنة، ويتطور مع المواقع الجغرافية، ويتطور أيضا مع الحمولة الثقافية لصاحبه. فاليوم يعني لا يمكن أن نتوقف عند هذه الآلهة السبعة التي تحدثت عنها، وإنما يمكن أن نفتح بحثا موسوعيا حول الآلهة الجدد ولا ننتهي، يعني على أساس الآلهة يعني موسوعة الآلهة القدامى. هناك الآن يعني متن يمكن فتحه، لأن نغرق في عالم يعني جديد من الروحانيات التي نخلق معها حميمية خاصة جدا، وهذه الحميمية ندخلها في عالم من الطقوس. ما معنى العبادة؟ العبادة هي طقوس في النهاية. فلكل واحد منا عالمه الشخصي والذاتي والحميمي الذي يخلق معه نوعا من العلاقة الشبيهة بالعلاقة التي تربطه بإله معين. دونك فعالم اليوم هو عالم ضاج، وعالم يعني مليء بالفوضى، وعالم أيضا مليء أيضا بالانزياحات الشخصية. لكل واحد حميميته، ولكن في عمق هذه الحميمية أيضا هناك افتضاح، وهذا بين مزدوجين هذه افتضاح. كل واحد منا اليوم جعلته الآليات المعاصرة التواصلية المعاصرة فاضحا لنفسه ومستعرض لها ومقدم لها للآخرين، بحيث أنه لم يعد أي شخص منا الآن في حاجة إلى أن يتجسس عنه الآخر. هو يقدم خيراته وجمالياته وما لديه للناس. في الدولة القديمة أو في الدولة يعني القديمة كان الناس أو كانت الدولة تسخر الأموال الكثيرة للوصول إلى حميمية الأشخاص. نحن اليوم نقدمها، يعني تنقرب العصا، يعني نقدمها مجانا، ونقدمها بنوع من يعني من الافتخار، أو بنوع من اللا شعور. لأنه يعني لماذا هذا اللا شعور؟ لأن من طبيعة الحال هذه الأشياء هي تكشف. لأن الإنسان حينما يقدم نفسه على شاشة، أو يقدم نفسه على حسابه الشخصي بوسائل يعني عن طريق التواصل الاجتماعي، فهو لا يكشف ما يريد، ولكن ما يكشف يظهر ما لا يريد. وبالتالي نستطيع من خلال ما يقع اليوم أن نستشف يعني علاقة روحية خاصة ينسجها الإنسان المعاصر مع واقعه ومع نفسه. لم يعد الإنسان أو لم يصبح الإنسان اليوم هو إنسان الماضي، وإن كان يعني يسكنه الماضي، بل أصبح يتحدث اليوم خارج نطاق حتى ما ترسمه الديانات من ممنوعات ومحرمات اليوم. يعني لم يعد اليوم ما يحكم في مجال الأخلاق هو المحرم أو المسموح به أو غير المسموح، وإنما ما يريده الشخص، بما في ذلك الشخص المتدين. لذلك فاليوم التعامل مع الحاضر هو تعامل فيه نوع من الأسطرة، إعادة اكتشاف أنفسنا من خلال أساطير جديدة، لأن يعني الأساطير تتطور، يعني لباسها يبقى واحدا، ولكن ما نزينه بها يعني يصبح جديدا بالنسبة لنا. وبالتالي ينتقل الإنسان من عالم الأساطير إلى عالم إضفاء الصنمية. يعني احنا ولات عندنا الاشياء بزاف، عندنا يعني الكثير منا له اشياءه الخاصه داخل بيته، ولكن هذه الاشياء اصبح عبدا لها، واصبح هو ايضا مجرد صنم وسطها، اصبحت تتحكم فيه اكثر مما يتحكم فيها، واصبح ايضا لا يختارها بل هي التي تختاره.
ثم أن هذه المسألة أو هذه الأشياء التي عندنا أصبحنا نستسلم لها ونطيعها، هذه هو الدين. الدين هو الاستسلام والطاعة والانقياد نحو المتعبد أو نحو المعبود. وبالتالي أن تشتغل اليوم في إطار مجموعة قصصية عن الآلهة هو محاولة هذه المسألة اللي قال السي عبد الفتاح أنها هي محاولة إزالة الوهم عن هذا العالم. يعني هذا العالم هو عالم يشتغل فيه الإنسان، ويدخل الإنسان إلى صلبه ويقع الإنسان في صلبه. فنحن لا نوجد خارج العالم الألوهية بقدر ما نوجد داخلها، ولا تعني الألوهية شيئا إن لم نكن نحن داخلها. لذلك هذه العملية فيها واحد النوع، يعني أن تدخل القصة لأن القصة القصيرة هي بنت عصرها وبنت زمنها، هي ليست فنا حكائيا يعني قديما، وإن كان العديد من النقاد ومن دارسي الأدب ومنظريه يرجعونها إلى الأصول الأولى للأدب، إلى عالم الأساطير والخرافات والحكايات أو المحكيات الكبرى، ولكنها بنت عصرها، بنت المدينة وبنت الإنسان المعاصر، لأنها تتفاعل معه ومع لحظته. أنا شخصيا لا أستطيع أن أكتب رواية. لماذا؟ لأن نفسي ضيق وأنا مختنق، وبالتالي اختناقي لا أصبه إلا في قصة قصيرة. لا أستطيع أن أكتب رواية من 400 صفحة أو 500 صفحة، يعني وأنا أيضا لا أجد أقرأ رواية من 400 صفحة، لأنه في النهاية حينما تريد أن تشدبها تعيدها إلى 20 أو 30 صفحة. لذلك الزمن الذي نحياه هو زمن القراءة السريعة، وزمن أيضا القارئ القلق والكاتب القلق، لأننا مضغوطون. نحن نعيش زمن الضغط، والكثير من لا يحس هذه المسألة، ولكن هذه هي. فهل تتصور مثلا، احنا نعطيه واحد مثال بسيط جدا، هل كل من ينقر كليكي، يعني هل كل من ينقر على مقالة قد قرأها؟ لا. النقر لا يعني القراءة، ولكنه تجد على أنه ليس لديه الوقت لقراءتها، أو حتى وإن كان لديه الوقت الذي يجعله يتصفح ل3 ساعات ما يكتبه غيره وكذا، لكن هو مستعد لأن يقرأ الشذرة، لأن يقرأ الفقرة، لأن يقرأ الكلمة، لأن يرى الصورة ويتفاعل معها بسرعة، لأنه قلق. هذا القلق ربما يفهمه أو لا يفهمه، ولكن هو جزء من حياتنا اليوم. لذلك اخترت على أن تكون لغة هذه الكتاب، هذا الكتاب أو هذه المجموعة القصصية، هي لغة الهمس. لماذا؟ لأن الهمس ببساطة هو لغة حميمة، هو لغة موحية. فالكثير منا حينما يريد أن يتحدث للآخر يهمس له، لأن نحن أصبحنا نعيش الضجيج في كل مكان. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا أن نهمس لبعضنا البعض وأن نتهامس، وفي هذا الهمس عود إلى ما تقترحه علينا وسائل التواصل الضاجة التي تحاول أن تزيد عنا الكلام. تصوروا اليوم احنا أصبحنا اليوم نعيش زمن العزلة أو التواصل، وهذه العزلة أو التواصل هي معطى من معطيات التحكم أو الاستبداد الراهن. اليوم عزل الإنسان هو معطى من معطيات الاستبداد الراهنة، وأيضا الإعلاء من فردانيته هو أيضا إعلاء ل أنظمة الاستبداد الراهنة. فأن تجد شخصا تهمس له ويهمس لك، وأن تجد شخصا تتكلم معه بنوع من عدم الضجيج، هو رهان أصبح يقع في عمق الإنسانية اليوم، أصبح ضرورة من ضرورات حياة الإنسان اليوم. لذلك فحاولت أيضا أن أكتب بمتعة، وحاولت أن أكتب بنوع من الكتابة التي تجعلني أتقاسم ما أكتبه مع الآخرين، وأن أكتب كتابة فنية. لأن شخصيا لست لدي وهم الكاتب الكبير، أو الذي أنا أجد بأن هذا الذي راكمته هو بحث عن قراء مفترضين، لأن الكتاب في المغرب لا يصل. يكفيك تطبع 16 كتاب 16,000 نسخة لتتواصل مع المغاربة، وفي بعض الأحيان تجد أنك غير موجود في مكان ما من المغرب. تجد محمد عابد الجابري غير موجود في أماكن كثيرة جدا وغير معروف. donc نحن في أمة غير قارئة. لذلك في التراكم هنا لا يعني ببساطة أن هناك قدرات غير عادية أو كذا، بقدر ما هي محاولة تواصلية بسيطة جدا. أكتب عما يمتعني وما أتفاعل معه، لأنني لا أعيش من الكتابة ولكنني أعيش بها فقط. donc لا أريد الإطالة عليكم. شكرا.